اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء الله يا حبايبي. ربنا يفرحكم يا حبايبي كده ويسعد قلوبكم يا رب ان شاء الله يا رب. هنا يا حبايبي هنا ايه من كام يوم كنت عملت الفيديو بتاع المشتريات بتاع البامية والحاجات دي يعني وكده. فقلت اعمل بقى ايه، عملت كيلو ونص بس. انا كنت جايبه معاكم ايه يا حبايبي، كنت جايبه 3 كيلو بامية، دول كيلو ونص، قمعت كيلو ونص وقلت ايه اما اعمل. وكمان الحمد لله يعني والشكر لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. واحده جارتي هي وجوزها كل سنه بيروحوا ساعه، يروحوا سوق العبور مره، سواعي تاني يروحوا فين، يروحوا سوق اكتوبر. ماشي، فالمره دي راحوا سوق اكتوبر. انا ما رحتوش قبل كده بصراحه خالص سوق اكتوبر ده يعني. هي وجوزها بيروحوا يعني معاهم العربيه كده سوزوكي حلوه صغيره كده، ربنا يا رب يحفظها هي وجوزها صاحبتي. فايه راحت قالت لي انا هروح بقى السوق واجيب شويه، عايزه اجيب مانجا وتجيب شويه حاجات وكده. فبصوا هنا حبايبي، انا حطيت طبعا الاول الميه هنا غليت. نرجع للباميه الاول. الميه غليت زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها الايه، حطيت الكيلو ونص. وانا ما غسلتهاش، ما بغسلهاش الاول بصراحه. وبعدين احصري عليها ليمونه، لا تزودي ولا تقللي ولا اي حاجه تحطيها تاني على الباميه. بتطلع بصراحه معايا تحفه، كل سنه بعملها الحمد لله يعني. بتبقى والله خضره لاخر كيس. فهم يا دوبك غلوتين بس، تقلبتين كده وايه، وعلى الحنفيه، تحت الحنفيه بقى في مصفى حلوه كبيره كده. وافضلات فاتحه، تفضلي فاتحه عليها الحنفيه كتير، يعني تسيبي كانك بتغسليها. هي هتتغسل هتنضف يعني، هتبقى قشطه. وبعد كده ايه بقى، بنشفها خالص بقى يا حبايبي، ما يبقاش فيها ميه. الميه مش بتبقى حلوه، بتعمل تلج من جوه لما تسيبي الحاجه بالميه بتاعتها. ماشي يعني. انا جبت بقى صراحه بعد ما صفيتها خالص كده، بجيب عندي حته قماشه وبحط بحط القماشه كده وافرشها يعني، واحطهم تحت المروحه، فبتنشف خالص، ما يبقاش فيها اي نقطه ميه. وبعدين انا ما بجيبش كميات كبيره يعني، انا ايه كل ما انزل السوق كده اجيب كيلو ونص، كيلو اروح شايله كيلو ونص مثلا، اعمل لهم كيسين. ممكن اجيب 2 كيلو اعملهم 3 اكياس، كيس صغيره. طبعا على حسب اكلتك، وكل واحده عارفه فين الاكل بتاعها يعني بيأدي ايه، بتبقى الوجبه بتاعتها. ماشي حبايبي، هما غلوتين بس، ما تكتريش، وليمونه، ما تزوديش اي حاجه تاني يعني. اي حد يقول لك حطي اي حاجه تاني، لا والله العظيم بجد يعني. انا بقالي سنين بعملها بالطريقه دي. عفوا يا حبايبي، ما بغيرهاش الحمد لله يعني. بتبقى الاخر كيس والله العظيم خضرة كأنك لسه جايباها. والحمد لله حبايبي. ايه كده، ايه بقى، ارجع لكم تاني بقى للمانجا. فقلت لها خلاص بقى هاتي لي معاكي ايه اللي تقدري عليه. راحت جابت لي ايه باكيته يعني، واحده باكيته كامله كده. قلت لها بس انا بحب المانجا الناشفه، اوعي تجيبيها طريه، لو جبتيها طريه مش هعرف اشيلها يعني. علشان المانجا الطريه يا حبايبي مش بتبقى حلوه لما تيجي، لكن الناشفه شويه كأن لما تيجي تضربيها في الخلاط وتيجي تشربيها، والله كأنك لسه جايباها طازه. لكن المانجا المستويه مش بتبقى حلوه خالص. يا رب يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دعواتكم بقى لثانوي عام يا حبايبي، والله العظيم الواحد قاعد على اعصابه يعني مش عارفه اقول لكم ايه. هنا كانت نشفه زي ما انتم شايفين، بوريتها لكم ما فيهاش نقطه ميه. بصوا، اه يعني في كاس اعملها مثلا كيلو ونص، اعملهم كيسين على حسب الاكله. في مره اجيب 3 كيلو وراح عامله مثلا 3 اكياس، دول مثلا الى رمضان، عشان الاكله بتبقى ايه يعني، ما بنعملش كتير وكده. على حسب بقى يا حبايبي، على حسب كل واحده ايه واكلتها. واقول لكوش بقى ما سكتش، رحت نزلت جبت ايه، رحت جبت التومين. هلاقي واحد ايه بتاع خيار واقف بعربيه والله كده، خيار صغنن يعني، كان خلاص بيشطب. انا رحت المغرب طبعا وكده. فروحت جبت ايه، الحمد لله يعني لقيت خيار عجبني. احنا بنحب المخللات قوي يا حبايبي، لو على الفطار بناكل مخلل يعني، ممكن نطلع مع حته الجبنه، نطلع اي مخلل عندنا. فجبت 3 كيلو دول وعملتهم بصراحه. والفلفل كان خلاص هيستوي برضو، هطلع منه. بجيب الفلفل يا حبايبي المكسيكي ده، انا بحبه قوي. وادي الخيار اهو، خلاص بقى كنا هنطلع منه برضو. فالحمد لله يعني، الواحد لما بيلاقي اي حاجه بيجيبها قدامه يعني، اي حاجه بتنفع. احسن من احسن من ايه، من الحاجات بتاعت بره بصراحه يعني. المخللات بتاعت بره ما بحبهاش بصراحه يعني، بعرف منها بس اهو،
بس ساعات برضو ايه بجيب يعني، بس اهو الحمد لله. بس بحب دايما ايه برضو اخلل في البيت. وهنا خلصنا ايه ده تفريز الباميه ده. انا كنت عملت برضو 4 اكياس قبل كده، وادي كيسين الحمد لله. يعني كل ما بنزل ايه بجيب. ما بجيبش بصراحه الكميه مره واحده، يعني زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا عارفين. وهنا المانجا، ادي المانجا بوريكم، دي كانت ناشفه، دي كانت ناشفه معايا شويه يعني، لان بعد ما نقيت الباكيته اللي جابتها لي بصراحه. بس المانجا هناك رخيصه 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 جدا. هنا بيبيعوها ب25 جنيه، هناك بقى ب15 وكده، ب15 وب17 على حسب بقى. دي كانوا كام 5 وحدات كده، لقيتهم ناشفين قوي، فمش هينفع اقشرهم بصراحه. قلت اخليهم ايه تاني يوم اعملهم كيس لوحدهم دول. وهنا ادي بصوا قشرت الكميه كلها. اقعد بالليل بقى مع نفسي كده، واروح ايه يا حبايبي مقشره الكميه كلها مره واحده. اهو بوريكم ايه العظم بتاعها اللي من جوه، من البذر يعني، احنا بنقول عليه العظم. ايه ده اهو، شايفين ناشفه ازاي؟ هي خضره، بصي الحته بحتتها يعني، بصي التقطيع، بصي عشان ناشفه. بصي اوعي تجيبي المانجا الطريه تشيليها تفرنزيها. المانجا الطريه مش بتبقى، انا جربتها مش بتبقى حلوه خالص، لكن دي بتبقى مصفره كده وخضره، تيجي تضربيها في الخلاط كانك لسه ايه، كانك لسه جايباها طازه. ودي حاجة انا بشيلها ان شاء الله يا حبايبي، ان شاء الله يعني. ادانا عمر ربنا ان شاء الله وعشنا باذن الله. دي رمضان انا ما بطلعهاش غير اول رمضان. جبت اكياس برضو، جبت 4 كيلو اكياس بصراحه، ما كانش عندي. والجو واقع بصراحه، حر حر يعني. انا فوق في الدور العالي. بوريكم التكييف ده، التكييف الصحراوي ده لسه كنا شارينه من اول الصيف بصراحه، ومش عارفين نقعد، ما كناش عارفين نقعد بصراحه في الصاله خالص. هذا اهو مشغلاه بقى، هوا حلو بصراحه يعني، البلكونه وراه فجايبه ساقعه. وانا هنعبي يا حبايبي بقى كده خلاص. دول بقى الخضر دول هخليهم يوم او 2 كده. ادعوا لثانوي عام يا حبايبي، عشان الواحد بصراحه قاعد متوتر قوي قوي قوي. ما اعرفش قالوا 14 يوم او 15 يوم، ولغايه دلوقتي ما ظهرتش اهي. ازهري ظهرت وهو، والتانيين دول لسه بصراحه. يا رب يا رب يا حبايبي، ربنا يسترها يا رب. ادي هنا كنت عبيتهم، عبيتهم يا حبايبي، طلعوا هنا ايه 12 كيس. الحمد لله والشكر لله. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين طلعوا معايا 12 كيس اهو بالحجم يعني، على حسب بقى ايه، انا عارفه بعمل ايه يعني وكده. والحبه دول التانيين هعملهم بقى. وجابت لي كام كيلو معاها برضو ايه سكري، دي كلناها كده يا حبايبي. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويعود علينا عليكم الايام بخير يا رب. وادعوا لثانوي عام دعوه حلوه كده يا رب، ودعوه لفلسطين ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بس انا متضايقه وخايفه، خايفه مرعوبين من ثانوي، قلق قلق في البيوت كلها بصراحه يعني. واشوف وشكم على خير يا حبايبي.